اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من برنامج نقطه تحول. رجعنا لكم بفيديو جديد علشان نتكلم فيه على ادوات التعامل مع المشكلات اللي ممكن تسبب الانتكاسه. واحنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا على الانتكاسه، وقلنا الانتكاسه مش هي نهايه المطاف ولكن بتكون سبيل للتعلم. والنهارده هنقول ادوات التعامل مع المشكلات اللي ممكن تسبب الانتكاسه. أول حاجة معانا بنسميها عدم الطوارئ والاختفاء. بمعنى المدمن لما بيكون عنده مشكلة أول حاجة بيفكر فيها اللي هو يبتعد، ما يتكلمش في المشكلة، بيختفي، وده أكبر غلط لأنه بيزيد المشكلة سوءا. في المرحلة دي المدمن محتاج يلجأ لفريق الإسناد بتاعه ولفريق الدعم بتاعه، يبتدي يتكلم معاهم في المشكلة اللي عنده. لكن الاختفاء ما بيساعدوش، لكن التحدث في المشكلة هو اللي دايما بيكون بداية الحل للمشكلة. تاني أداة معانا في التعامل مع المشكلات اللي احنا نضع المشكلات في إطارها المحدد. يعني ايه الكلام ده؟ المدمن دايما بيكون عنده تصور غريب جدا عن المشكلات، اما بيكبر المشكلة زيادة عن اللازم، اما بيصغر المشكلة زيادة عن اللازم، وده بيخليه دايما في حالة حيرة، مش عارف يحدد المشكلة بالظبط، لان تصوراته عن المشكلة لا اما بتكون كبيرة جدا لا اما صغيرة جدا، وده ما بيساعدوش في الحل. هنا المدمن لازم يبص للمشكلة ويحدد ابعادها بالظبط، ويعرف المشكلة دي يا ترى هي كبيرة فعلا ولا يا ترى هي صغيرة فعلا، ويشوف اطار محدد للمشكلة ويبتدي يحطه فيها، ويبعد عن الاوهام اللي عنده اللي هي يا اما بيكبر لا اما بيصغر. ودي نقطة ضرورية جدا لأن أغلب المدمنين بيعانوا من هذه المشكلة. ثالث أداة معانا هي الإفصاح عن المشكلة. بمعنى إيه الإفصاح عن المشكلة؟ اللي هو يتكلم مع فريق الدعم بتاعه وفريق الإسناد اللي عنده، ويقول لهم أنا عندي مشكلة تتلخص في واحد اتنين تلاتة، ويبتدي يتكلم في هذه المشكلة بدون ما يكذب، بدون ما يخبي حاجة، بدون ما يختفي. ولازم في المرحلة دي المدمن يحط حاجة ضرورية جدا في تفكيره، ألا وهي التعافي أولا. بمعنى أنا عندي مشكلة في حياتي لكن تعافية هو أهم حاجة. هروح أحضر الاجتماعات بتاعتي، هتكلم مع فريق الإسناد بتاعي، هتكلم مع فريق الدعم بتاعي، أحضر الجلسات الفردية بتاعتي حتى وأنا عندي مشكلة. يعني لازم يحط التعافي أول حاجة في تفكيره حتى مع وجود المشكلات. مش معقولة اللي احنا ممكن اخسر التعافي بتاعي بسبب وجود مشكلة في حياتي. اي شخص حتى الاشخاص الطبيعية عندهم مشاكل في حياتهم ومع ذلك بيمارسوا حياتهم الطبيعية. فعلشان كده دايما نقول التعافي اولا، التعافي اولا. النقطة اللي بعد كده او الاداة اللي معانا بعد كده في حل المشكلات هي تحمل المسؤوليه. بمعنى ايه تحمل المسؤوليه؟ اللي احنا ما نلقيش باللوم على الاخرين. انا عندي مشكله خلاص انا متحمل هذه المشكله واتحمل ابعادها، لكن ما ينفعش اقول اصل انا عندي المشكله دي بسبب فلان او والدي هو السبب. لازم يكون عند المدمن تحمل مسؤوليه. ليه؟ لان دايما المدمن ايام ادمانه النشط كان بيلقي اللوم على الاخرين ولا يتحمل مسؤوليه اي شيء. حاليا لا، المدمن أصبح مدمن متعافي، لازم يتحمل مسؤولية أفعاله ويتحمل مسؤولية المشاكل اللي عنده. الأداة اللي بعد كده دايما أي حد بيكون عنده مشكلة، أول حاجة المدمن بيعملها اللي هو يبتدي يجزأ المشكلة دي لخطوات صغيرة. بمعنى أنا مش هقدر أحل المشكلة دي مرة واحدة، لكن أقدر أتكلم في المشكلة وأشوف حل للمشكلة عن طريق خطوات صغيرة، وابتدي أخطو هذه الخطوات الصغيرة. كل ما بخلص خطوة بخش على الخطوة اللي بعديها، وبكده أنا ما بسببش ضغط للمدمن ولا بسبب ضغط للناس اللي حواليه، وفعلا بتتحل المشكله عن طريق هذه الخطوات الصغيره. فجميل جدا ان انا يكون عندي مشكله، وجميل جدا ان انا اعترف بيها، وجميل جدا ان انا اجزأ حل المشكله لخطوات صغيره علشان اقدر احلها بشكل سليم وشكل صحيح. اخر اداه معانا وهي الاستمراريه في الحصول على الدعم والاسناد. حتى لو المشكله بدات تتحل لازم افضل اتكلم مع فريق الدعم والاسناد اللي عندي، احضر الجلسات الفرديه بتاعتي، اتكلم مع المعالج بتاعي، اتكلم مع الناس اللي انا بحضر معاهم اجتماعات، وافضل مواظب على الكلام ده. ليه؟ لان دايما الاستمرار في الحصول على الدعم بيخلي نفسيه المدمن كويسه، وما بيخليهوش واقع تحت ضغط حل هذه
المشكله، وبالتالي بيخف من عليه الضغط وبيخف من عليه التفكير بسبب الناس اللي حواليه. وتاني حاجه هنتكلم فيها النهارده هي التعامل مع المشاعر اللي ممكن تسبب الانتكاسه. أول حاجة معانا بنقول أو أول نقطة وهي أهلا بالإحساس. يعني إما يجي أي شعور للمدمن أو أي إحساس للمدمن، يقول له أهلا، يبتدي يتعرف عليه، يتعمق فيه، مش يرفض هذا الإحساس، لأن إحنا أصلا مخلوقات مخلوقة بالمشاعر، عندنا مشاعر ولازم نفهم طبيعة المشاعر دي إيه. فعلشان كده المدمن لازم يبتدي يتعرف على المشاعر اللي بتجيله، سواء كانت سلبية أو كانت حاجة إيجابية، علشان يبتدي يعرف نفسه. تاني حاجة في التعامل مع المشاعر وهي المحافظة على تنظيم النفس. يعني إيه؟ اللي إحنا نحافظ على تنظيم التنفس بتاعنا. تنظيم التنفس ده بيساعد على إيه؟ بيساعد على هدوء عضلة القلب، وبيساعد على هدوء الجسم، وبالتالي بيتعاد على العقل كده بيبتدي هو كمان يحصل له عملية هدوء. تالت نقطة معانا وهي بسط اليد للآخرين، بمعنى اللي احنا نتكلم في المشاعر اللي عندنا سواء كانت إيجابية أو سلبية مع منظومة الدعم بتاعتنا أو المعالج بتاعنا أو الناس اللي احنا بنحضر معاهم اجتماعات. لازم نتكلم في المشاعر دي علشان نبتدي نعرف طبيعة مشاعرنا إيه. والنقطة اللي معانا بعد كده ممنوع الحكم على المشاعر، بمعنى المشاعر دي ملك للشخص نفسه، فبالتالي بيفسرها تبعا لطريقة تفكيره. علشان كده ممنوع اللي هو يحكم عليها، لأن المشاعر دي ممكن تكون صحيحة وممكن تكون مش صحيحة. عشان كده بنقول اما بيتكلم مع منظومة الدعم بتاعته زي في الخطوة رقم 2 اللي احنا قلناها، بيبتدوا يوضحوا له مشاعره، الإحساس اللي هو حاسس بيه ده أو المشاعر اللي هو يشعر بيها صحيحة ولا مش صحيحة. والنقطة اللي بعد كده الحذر من الارتباط الشرطي. ايه الحذر من الارتباط الشرطي؟ الارتباط الشرطي دايما المدمنين بيكون عندهم ارتباط شرطي باحداث او مشاعر سلبيه حدثت لهم اثناء التعاطي، فما بيجيله بعض هذه المشاعر ممكن يربط دي بايام التعاطي اللي هو كان فيها بيتعاطى مخدرات. علشان كده بنقول دايما احذر، انت دلوقتي انسان متعافي مش انسان مدمن، فما تربطش المشاعر اللي ممكن تجي لك وانت متعافي بالمشاعر اللي كانت بتجي لك وانت في حاله الادمان النشط. النقطه اللي بعد كده وهي التعلق بالحاضر. دايما المدمن بيفكر في حاجتين، لا اما بيفكر في اللي حصل له في الماضي، لا اما عنده تطلعات للمستقبل وبيفكر في المستقبل. لما بيعمل كده بينسى ايه؟ بينسى الحاضر اللي هو عايش فيه. فعشان كده احنا بنقول دايما تعلق بالحاضر، ما تفكرش في الماضي لانه انتهى، ولا تفكر في المستقبل لانه لسه حاجه ما نعرفهاش. اللي انت تملكه هو اليوم فقط لا غير. في مثال يعني مضحك جدا على الموضوع ده ومثال بسيط. خدوا مثلا الطفل اللي هو بيرضع، اما بيكون الحافظه بتاعته المفروض تتغير، تلاقيه بيعيط وبيحرك رجله بيحرك ايده. اول ما والدته تغير له الحافظه بتاعته بتلاقيه بيبتسم ولا كأن في حاجه حصلت، لان هو ما يهموش الحافظه كانت مضايقاه ولا يهمه ايه اللي هيحصل بعد كده، هو همه اللي هو ارتاح اما الحافظه اتغيرت. مثل جميل جدا وهيفهمكم يعني ايه اللي احنا نتعلق بالحاضر. النقطة اللي بعد كده مراعاة الواقع. يعني ايه مراعاة الواقع؟ يعني احيانا المدمن بيكون عنده مشاعر وما بيراعيش الواقع اللي هو عايش فيه. يعني ايه مثلا؟ مدمن متقدم لوظيفة ومتقدم مثله مئات الاشخاص، ممكن هو كمان يترفض. هو بيتضايق قوي وبتبقى مأساة بالنسبة له. طب انت ليه ما بتفكرش اللي كان في 100 شخص مقدم معاك وبرضه كلهم اترفضوا؟ فلازم يبقى عندك أولوية للواقع اللي انت عايشه، ما تخليش مشاعرك تاخدك لحتة تانية غير الواقع اللي انت فيه، علشان لا تتأثر بالمشاعر السلبية دي. النقطة اللي بعد كده تذكر مقولة أن كله سينتهي، بمعنى المشاعر زي الأفكار، ممكن يجي لك مشاعر سلبية لكن مش هتفضل معاك طول الوقت ولا هتفضل معاك طول العمر. زي ما الأفكار ممكن تفكر في فكرة ومش هتقعد معاك كتير، برضه انت بتفكر فيها شوية وبتنتهي. المشاعر نفس الفكرة، المشاعر هتقعد معاك شوية وبعد كده برضه هتروح. علشان كده دايما بنقول ان كل حاجة
بتنتهي، ما بتفضلش مستديمه معانا. فما تخليش المشاعر السلبيه دي تاثر عليك او تحط في دماغك اللي هي هتفضل معاك طول العمر. هي هتاخد وقتها وهتروح. النقطه اللي بعد كده التنفيس عن المشاعر. يعني ايه التنفيس عن المشاعر؟ المدمن طول حياته كان عايش مخدر، مشاعره مخدره، عقله مخدر من التفكير، كله كان واقف. فانت لما بتبتدي تتعافى المشاعر دي كمان بتبتدي تتعافى وبتفوق. فانت محتاج اللي انت تنفس عنها، اللي انت تتكلم فيها مع مجموعه الدعم بتاعتك او مجموعه الاسناد او مع الناس اللي انت بتحضر معاهم اجتماعات. وما تخافش، يعني ليه؟ لان انت طول الفتره في الادمان النشط كانت حتى مشاعرك متخدره. فلما بتبتدي انت تتعافى المشاعر دي كمان بتبتدي تتعافى، بس بتاخد برضو شويه وقت، مش اللي هي بتتعافى بين يوم وليله. عشان كده انت دايما محتاج اللي انت تعمل عمليه تنفيس لمشاعرك اول باول. بعد كده مشاعرك ملك ليك وليس ملك شخص اخر. بمعنى ساعات المدمن بيلبس مشاعر مدمن اخر او شخص اخر. يعني انا مثلا ممكن زميل يجي يحكي ليا على مشكله او مشاعر سلبيه هو بيمر بيها، تلاقيني انا اتضايقت قوي. طب انا اتضايقت ليه اذا كان انا اصلا ما عنديش المشاعر دي؟ المشاعر دي ملك صاحبها. فدايما تكون حذر اللي مشاعرك ملكك وليس مشاعر الاخرين هي اللي ملك ليك، علشان ما تقعش في فخ اللي انت تلبس مشاعر حد اخر وتعيش الحزن اللي هو عايشه وانت اصلا مالكش علاقه بالمشاعر اللي عنده. النقطه اللي بعد كده اعتبار المشاعر على اكنها اشارات. بمعنى يعني لما يجي لك مشاعر سلبيه خدها اللي هي اشارات، ممكن يكون في حاجه في حياتك محتاجه تتظبط، فعلشان كده المشاعر دي بدات تظهر لك. يعني دايما ما تتضايقش من المشاعر دي، دايما بص لها بناحيه ايجابيه. راجع نفسك، مجاز المشاعر السلبيه اللي انا حسيت بيها دي علشان مثلا بقالي فتره ما بعملش اللي عليا فجالي مشاعر سلبيه. دايما شوف مشاعرك دي جايه منين واعتبرها اشارات علشان تقدر تكمل التعافي بتاعك كويس. النقطه اللي بعد كده التدوين او الكتابه. دي حاجه جميله جدا اللي انت ممكن تعبر عن مشاعرك حتى لو انت مش قادر تتكلم مع حد، اللي انت ممكن تجيب ورقه وقلم وتكتب المشاعر اللي انت بتمر بيها. مجرد حتى اللي انت تكتبها هي كده خرجت بره نفسك، وبكده انت بتبتدي ترتاح او بيبتدي عقلك يهدى شويه. النقطه اللي بعد كده الحذر من العوده الى تعاطي المخدرات. لان في وقت من الاوقات وانت عندك مشاعر سلبيه ممكن تتذكر الماضي بتاعك او اثناء الادمان النشط، فتبتدي تحن، او ممكن عقلك يقول لك ما انت كده كده متضايق ما فيهاش حاجه اما تشرب. فعلشان كده بنحذر من اللي انت تخلي مشاعرك دي ترجعك للماضي. دايما تعلق باليوم اللي انت عايشه دلوقتي وحالا. النقطه اللي بعد كده الحذر من الشفقه على الذات، وده احساس المدمن بيحبه جدا. دايما المدمن بيحب يقول اه يا عيني عليا، وبيحب يسمع اغاني حزينه زي ما كان بيعمل ايام الادمان النشط. فانت لما يجي لك مشاعر سلبيه ما تقعش في فخ اللي انت يا المشاعر دي جميله يا عيني عليا، لان المدمن دايما بيحب الاحساس ده عشان بيديله جزء هو مفتقده، او بيديله بيخلي الناس اللي حواليه تتعاطف معاه. انت دلوقتي شخص متعافي، هتشفق على نفسك ليه؟ انت ممكن تمر بمشاعر سلبيه زيك زي اي انسان طبيعي، فتعامل معاها عادي وما تقعش في فخ يا عيني عليا، لان فخ يا عيني عليا ده ممكن يرجعك تاني لطريق الانتكاسه او طريق التعاطي. النقطه اللي بعد كده ودي يعني نقطه جميله جدا ومهمه جدا، مساعده شخص اخر. اما يجي لك مشاعر سلبيه او تكون بتمر بوقت مش كويس بالنسبه لك، افضل حاجه تعملها اللي انت تساعد شخص اخر، لان ده بيديك قيمه لذاتك وبيحسسك بنفسك، ودايما بتلاقي نفسك بتقول الكلام اللي انت عاوز تقوله لنفسك لهذا الشخص الاخر. فبمعنى بسيط كده بتسمع نفسك الكلام اللي انت محتاج تسمعه، وفي نفس الوقت بيديك احساس جميل وبيحسسك بقيمتك اللي انت شخص مسؤول ومنتج في المجتمع. النقطة اللي بعد كده التعلم من الألم. يعني ايه التعلم من الألم؟ دايما المدمن كان بيتحاشى الألم، والدليل اللي هو كان على طول بيتعاطى مخدرات علشان ينسى الألم اللي هو بيمر بيه. لكن وانت متعافي تقدر تقول للألم أهلا بيك يا ألم، وكمان الألم ده بيكون مفيد جدا في رحلة التعافي بتاعك، لأن انت لما بتتألم من حاجة بتبتدي تكبر. مريت بتجربة واتألمت منها بس بتاخد منها خبرة وبتعلمك وبتساعدك اللي انت تفضل مكمل في طريق التعافي. آخر نقطة ودي نقطة مهمة جدا وهي مكافأة النفس. ما فيهاش حاجة اللي انت تعزم نفسك على شوكولاتة، على فنجان قهوة،
تخرج خروجه جميله. من حقك اللي انت تدلل نفسك وتدلع نفسك بحكم اللي انت دلوقتي انسان متعافي. ومش معنى اللي انت يكون عندك حبه مشاعر سلبيه او حبه مشاكل في الحياه ان الحياه هتقف، لا بل بالعكس، الحياه كده كده بتمشي وانت كمان بتمشي معاها، وتفضل محافظ على تعافيك وتكافئ نفسك بحاجه انت بتحبها وحاجه جميله. وبكده نكون احنا اتكلمنا على اداره المشاكل واداره المشاعر، لان دول الحاجتين اللي ممكن يرجعوا الشخص اللي هو ينتكس. وهنتظركم في فيديو قادم نتكلم فيه مع بعضينا على حاجه جديده. كان معكم وليد خطاب ادكشن ريكفري كوتش. ما تنسوش مشاركه الفيديو ودايما ابعتوا لنا اسئلتكم او اقتراحاتكم لينا عشان نقدم لكم المحتوى اللي يليق بيكم.